عجبتني جدًا الطريقة اللي كانت زينبو منزّلاها، وبصراحة هي ما كانتش قالياه، فأنا قُلت أجرّب المقلي وأجرّب المسلوق زي ما هي عملت المسلوق، وبصراحة لقيت الاتنين بجد حلوين جدًا. يالّا بينا علشان نشوف عملناها إزاي. سلقنا البطاطس زي ما إحنا عارفين بتتسلق إزاي، تمام. بنحط لها شوية من الملح، وبعد كده بعد ما اتسلقت وقشّرتها بنهرسها، بس بنهرسها كويس جدًا. وبعد كده بنجيب معلقتين من الزيت، وزي ما احنا شايفين كده يعني مج من النشا، تمام. وبعد كده بنعجنهم في بعض زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنجيب دلوقتي باقي الطريقة ونعملها. بعد ما خلاص عجنتها واتأكدت ان هي خلاص اتعجنت، طبعا ما بتاخدش وقت معانا، بعملها كده زي صفارة البيض الصغيرة، تمام. وبعد ما هنكورها كلها زي ما احنا شايفين كده، لازم نجيب حاجة نعملها في النص. انا طبعا ما لقيتش حاجة خالص، رحت جبت الكبشة الصغيرة، تمام. وعملتها بصراحة نفعت. المهم يعني لازم نتصرف، واحنا عارفين يعني ستات البيوت يعني بيعرفوا يتصرفوا. بس وبعد ما عملتها كده، الطبيعي والوصفة الأساسية ان احنا بنسلقها في مية من غير اي توابل. بس انا بصراحة بعد ما قلت اسلقها فكرت في حاجة، قلت طب افرض موضوع السليق دوت طلع الوصفة ما عجبتنيش، لا انا مش هسلقها كلها، خليت نصها مسلوق زي ما احنا شايفين، والنص التاني قليته. ولقيت ان الاتنين ينفعوا، يعني انا عن نفسي عجبتني الاتنين. بس فبعد ما هنخلص السليق دوت مجرد اول غلوة اترفع لفوق زي ما احنا شايفين كده، هو اتفتح. مجرد ما دوست عليه خلاص رجع تاني بقى مقفول، تمام. بس كده. وبعد كده انا بقى بصراحة رحت مسكت الجزء التاني وقليته. واخر حاجة بنحط فيها التوابل. بنيجي دلوقتي على التوابل، بنحط شوية من السمسم. فانا بصراحة حطيت التوابل بالظبط زي ما هي حاطه للمقلي للمسلوق. وشويه من البصل الاخضر، انا معرفتش هي حاطه ايه الابيض، رحت انا حطيت الراس بتاعت البصل الاخضر، تمام. وبعد كده رحنا حطينا الوايت صوص. عايزه تحطي وايت صوص او دبس الرمان حطي، اللي بيحب الاكل فيه حاجه كده زي ده باين. انا بصراحه عجبني، لكن لو انت مش بتحبي او ما فيش حد بيحب الدبس الرمان من فوق كده او الوايت صوص، ما تحطيش، حطي كل حاجه الا ده. بعد كده حطينا شويه من الملح وحطينا شطه. شطه دي اختياري، بس لو مش عايزه شطه حطي بابريكا، بس لازم برضو تحطيها. اخر حاجه الزيت المقدوح زي ما احنا شايفينه، وبتقلبيه وخلاص كده. تاكليه بعيش، تاكليه زي ما انت عايزه تاكليه، براحتك خلاص. وبكده خلصت وصفتنا. يا رب تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفه جديده في اكله بمزاج مع توته. بس يا ريت ما ننساش نشترك في القناه.